عندك جلاش، تعالى اقولك تعملي بيه ايه، وكمان الكنافه هقولك على وصفه حلوه للكنافه هتعجبك ان شاء الله. الطبق الحلو اللي قدامكم دوت انا عملته فعجبني، فقلت اعمله معاكم على القناه، ووصفته سهله جدا. يا ريت اللي اول مره يشوف القناه يا ريت يعمل لايك في البدايه. حطيت هنا كوبايه من الحليب، عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقه من الدقيق ومعلقه كمان من السكر. هبتدي ان انا اقلبه كويس قوي، واول ما اللبن يبتدي يتقل معانا حطيت معلقه من الزبده وقلبته كويس قوي. وبعد كده حطيت ذره من الفانيليا بتعزز نكهه الكريمه، وحطيتها في قلب طبق كده، وبدات ان انا حطيت كيس بلاستيك عليه. بعد كده عندي لفه من الجلاش بدات ان انا اقطعها، وطبعا الجلاش نص الكمية بس. وكمان بدأت ان انا اعمله افروله كده، والكنافة اللي معايا اقل من نص كيلو من الكنافة. حطيت طاسة على النار عليها 4 معالق من السمنة، وبدأت ان انا احمر الجلاش، وبدأ يتكسر مني كده، ولونه بقى ذهبي حلو زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وبعد كده هبتدي ان انا احمر الكنافة لحد ما الكنافة تبتدي تحمر كده. حطيت عليها سمنة كويس قوي، لان انتوا عارفين ان الكنافة بتحب السمنة. حطيت الكنافة على الجلاش، وحطيت عليه 4 معالق من السكر البودرة، وحطيت عليها شوية من السوداني. طبعا السوداني ده اختياري، مش لازم تحطي سوداني. وجبت منجاية قشرتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبدأت ان انا اقطعها طرنشات كده. وبعد ما انا قطعتها كده هبتدي ان انا اقطعها زي الصوابع، وبعد كده اعملها مكعبات. والقطعة اللي فاضلة ديت انا هعملها عصير وهركنها على جنب. بعد كده عندي كريم جانتيه كان جاهز، وحطيت عليه الكريمة اللي احنا عملناها في البداية، وهبتدي ان انا هضربها بالمضرب عشان تبتدي ان هي تنعم. وحطيت عليها عصير من المانجا وضربتها كويس قوي. وبدأت ان انا حطيت كيس بلاستيك وحطيت عليها الكريمة اللي انا ضربتها في الكيس بتاع الحلواني. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل وصفاتي. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يشوفوا الفيديو معاكم. بدأت ان انا حطيت رق من الكنافة ورق من الكريمة فوقيها. وبعد كده حطيت المانجا فوق الكريمة كده زي ما انتوا شايفين وزعتها. وبعد كده حطيت الكنافة مرة تانية، وبدأت ان انا اوزعها كده بالمعلقة كده لحد اما ايه الكنافة كلها اتحطت بطريقة كويسة جدا. وكمان حطيت الكريمة من فوق الوش كده لحد النص كده، والنص التاني هحط عليها القطع بتاع المانجا من الناحية التانية. وهبدأ ان انا احط عصير المانجا فوق القطع المانجا، وحطيت قطعة من المانجا كده فوق الكريمة. زي ما انتوا شايفين قدامكم الشكل بتاع الطبق شكله حلو قوي. ورشيت عليه شوية من السوداني وحبة من الفستق المجروش كده فوق الكريمة. وشكل الطبق حلو قوي، وانا هوريكم طعمه تحفة جدا. ويا ريت تجربوه لان طريقته سهلة جدا، و يعني هيعجبكم جدا في الحر. واللي وصل لحد هنا ما ينساش يعمل لايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانا هسيب لكم الوصفة في صندوق الوصف. واقول لكم في النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.